مش دايما بيكون عندنا حد يساعدنا ان احنا نعدي المواقف الصعبة والحزينة، ومش دايما بيكون عندنا المقدرة المادية او النفسية او المعنوية ان احنا نروح لطبيب نفسي، ومش دايما بيكون عندنا الأصدقاء الأعزاء اللي ممكن يقعدوا يسمعونا فترة كافية علشان خاطر يساعدونا نعدي المحنة ويحاولوا يخلونا نكون أحسن. ففي أوقات كتير جدا بنلاقي نفسنا لوحدنا، يا مولاي كما خلقتني. ففي الحالة دي بنكون محتاجين ان احنا نساعد نفسنا بنفسنا، وفي الحالات اللي زي كده بيسموها السيلف هيلب، او ان انا بساعد نفسي علشان اعرف اقوم تاني. وعن تجربة شخصية وعن تجارب كتير جدا شفتها، حضرتك او حضرتك لما بتقعي في الارض محدش هيمد ايده يجيبك من الارض، حضرتك لو وقعتي لازم تقومي لوحدك او لازم تقوم لوحدك. طب هنقوم ازاي وانا اصلا نفسية صفر، مفيش طاقة، مفيش مخ، مفيش نفس، مفيش اي حاجة؟ في الحالات اللي زي دي بيكون مفيد لو قرينا كتاب او شفنا مقطع فيديو زي ده، او عملنا حاجة تساعدنا ان احنا نخرج من الحالة السيئة جدا اللي احنا دخلنا فيها. على المستوى الشخصي حبيت ان انا ادون تجربتي في تخطي حالة الحزن الشديد، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات في كتاب بعنوان اوراق الحزن الخمسة. طيب خليني اقول لكم بمناسبة الكتاب وبمناسبة التجربة وبمناسبة كل حاجة، انه لما حد بيتعرض لموقف سيء جدا او وحش جدا بيعدي ب5 مراحل اساسية في حياته. اول مرحلة هي الانكار. لما مثلا صديقة عزيزة مقربة ارتكبت في حقي او في حقك او في حق اي حد موقف وحش جدا، عارفين الناس اللي هم بننام ونصحى نلاقيهم مش موجودين في حياتنا فجأة وما بيقولوش هم عملوا كده ليه اصلا؟ يعني كان عندي صديقة مقربة جدا، لما عرفت ان انا طلعت الكتاب ده قطعت علاقتها بيا والله العظيم. قالت لي انت ما قلتليش ان انت بتكتبي كتاب. قلت لها هي كانت يعني عادي بكتب كتاب عادي ومش عارفه اصلا هنشره ولا لا. فقالت لي لا انتي ما قلتليش فانتي مش صاحبتي، وعملت لي بلوك. صديقه مقربه. طبعا انا جات لي صدمه بس انا بقى خلاص انا بقيت خبره في هذا الامر يعني. ف لو حضرتك او حضرتك تعرضتوا لموقف سخيف وغتت من حد عمل معاكم موقف مش حلو، والموضوع كان صدمه قوي، يعني اللي هو انت مش متوقعه ومش متقبله ومش قادر تبلعه، فحضرتك بتمر ب5 مراحل. واللي بقوله ده يشمل كمان الحوادث العنيفة جدا اللي هي زي لا قدر الله ان حد جاله مرض وحش، او لا قدر الله حالة وفاة، او لا قدر الله رفض من شغل، او الاحداث اللي هي العظام. يعني احنا بنتكلم هنا على الاحداث على تدريجات. اول مرحلة هي حالة الانكار الشديد، لا الحاجات دي ما حصلتليش، ما تأثرتش، لا الموضوع مش مؤذي قوي كده، ايه يعني عادي صاحبتي وسابتني، ايه مش مشكله، او ايه يعني يروح شغل يجي غيره ما عدا ما حصلش حاجه، فلان مات الله يرحمه في الجنه ونعيمها بقى ان شاء الله ربنا، يعني انا هعمل ايه وانا اللي موته؟ ايه ده انا عندي لا قدر الله مرض، ما هو انا ما يعني طب انا اعمل ايه بقى؟ ماشي انا اللي جبته فخلاص، يعني قدر الله ما شاء فعل خلاص. قدر الله ما شاء فعل وانت او انت هضمنها حاجه، وقدر الله ما شاء فعل بنقولها وخلاص كده، دي حاجه تانية خالص، يعني حماده مات من الخضه. فخلينا نقول انه اول حاجه بتحصل هي حاله الانكار، انه بننكر انه الحدث او الشيء اثر علينا بالشكل اللي هو فعلا اثر علينا بيه فعلا. ودي انا مريت بيها مره، كنت في شغل وكنت لا كنت بحبه ولا كنت بكرهه، فتعرضت فيه لظلم شديد جدا خلاني قدمت استقالتي وسبته ومشيت وقلت خلاص الارزاق على الله. وانا فعلا مقتنعه ان الارزاق على الله، بس انا ما كنتش عارفه اهضم ولا اعدي فكره ان انا اتظلمت قوي كده، يعني انا اتظلمت ظلم وحش قوي ليه كده، وظلم يعني خلاني قطعت عيشي بايدي، لان انا ما حبيتش ان انا اكون في بيئه سامه بالشكل ده، بس برضو ما عرفتش اهضمها. ففضلت كتير وانا عماله اقول عادي ما حصلش حاجه، عادي طز، عادي ايه المشكله، بنكر. فدي اول مرحله هي الانكار، والانكار دي من اسوأ الحاجات اللي بتحصل، ولكن هي نعمه من عند ربنا، لانه الانسان بينكر عشان مخه يعرف يستوعب بعد كده.
تاني مرحلة بنعدي بيها بعد الأحداث المهببة هي مرحلة المساومة. مرحلة المساومة دي عبارة عن ايه بقى؟ هو أنا اتضايقت بس مش قوي، يعني عادي، أنا متضايق بصراحة، بس إن شاء الله هلاقي حل. لا هم ظلموني، هم فعلا ظلموني، بس يعني أكيد ربنا يجيب لي حقي. فتبتدي بقى أنت تقول ايه؟ انا متضايق، طب انا طب اجيب اكله حلوه اكلها عشان انبسط، طيب اخرج خروجه حلوه، طيب اقابل صحابي. فتبتدي حضرتك او حضرتك تعملوا مجموعه من التصرفات اللي بتساوموا فيها على نكدكم وزعلكم، وكأن ده هيخلي اللي حصل اثره يخف، او انه ما حصلش، او حصل بس يلا حصل خير. لكن في ناس بتنجح، يعني بتساوم وبتنجح وخلاص، وبنقعد في المرحله دي وبننبسط وبنتراضى والدنيا زي الفل، زبادي في خلاط. في ناس بقى الموضوع بيبقى اكبر من مجرد ان انا ارضي نفسي بنفسي، او ان انا اعمل حاجه تبسطني عشان انسى لا، الموضوع كبير. فنخش بقى في المرحله الثالثه وهي مرحله الغضب. ازاي يحصل معايا كده؟ مش انا اللي يحصل معايا كده، مش انا اللي ظلم، مش انا اللي اتعب التعب ده، مش انا اللي يموت لي حد عزيز، ليه؟ استغفر العظيم يا رب، ليه يا رب؟ دي بقى مرحله الغضب، ودي مرحله مهببه ب60 هباب. دي يعني لو في اطفال حواليك حوشهم. دي بتبقى مرحله ممكن تبقى ماشي في الشارع عايز تمسك اي حد من رقبته، اي حد بيقول لك صباح الخير ممكن تديله على وشه. يعني مش عايزه اتكلم عن حالتي في المرحله دي، لكن ما عليه. فمرحله الغضب وحشه 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 وحشه. نيجي بقى للمرحله الرابعه وهي مرحله الكآبه بقى. خلاص انا انكرت وما عرفتش انكر، ساومت وما عرفتش اساوم، خرجت وما انبسطتش، غضبت وولعت في كل اللي حواليا وخلاص الناس قطعت علاقتها بيا. ودلوقتي انا بقى في مرحله الكنبه، انا دي اسمها مرحله الكنبه، انا مسميها مرحله الكنبه. دي بتقعد على الكنبه خلاص، انا هسطح علاقتي بالكل، انا ماليش دعوه بحد، حد دعوه بيا، مش عايزه اتكلم مع حد، مش عايزه اشتغل، مش عايزه اكل، مش عايزه اشرب، او باكل وبشرب اكتر من اللازم، قرفان من الدنيا باللي فيها. وممكن توصل لمراحل مش ظريفه خالص. وبرضو مرحلة الكآبة دي تطول أو تقصر حسب الصلابة النفسية للشخص وحسب حاجات تانية كتير يعني. أما بقى خامس مرحلة وآخر مرحلة في مراحل الحزن الخمسة هي مرحلة القبول، ودي مش أي حد بيوصل لها. يعني مش أي حد بيقدر إنه يوصل لمرحلة التقبل، إنه اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل، فعلا مش كلام. وإنه إن الحاجة تبقى مش مجرد كلام بيتقال، لا، هو يبقى فعلا عقيدة ويبقى اقتناع، وتبقى حاجة من قلب القلب انه فعلا خلاص انا قابل يا رب، وانا راضي، وانا متقبل، وانا مش زعلان او زعلان بس مش مقهور، او مقهور بس مش، يعني انا قابل. في فكرة القبول دي صعبة جدا، ممكن احداث كتير جدا بتعدي في حياتنا وبنتخيل ان هي عدت، بس احنا من جوانا مش قابلين ان ده حصل اصلا. يعني ايه يحصل وازاي وامتى، وانا ما كنتش عامل حسابي على الكلام ده. ففكرة التقبل او القبول هي المرحلة الاخيرة، وهي افضل حاجة ممكن تحصل تخلي الانسان يعرف يتعامل مع أقداره بمزيد من الهدوء والراحة النفسية والاستقرار عشان يعرف يتعامل. فده اللي بيخلي مثلا لا قدر الله حد عرف انه عنده مثلا حاجة بلا ملهاش علاج، انه يهدى ويقول الحمد لله وربنا بيتصرف في ملكه وما جراش حاجة. وهو ده اللي بيخلي حد مثلا مات له حد عزيز تلاقيه هادي ومحتسب وعنده سكينة، وانه يعني الله جاب الله خد الله عليه العوض، فعلا هو او هي مقتنعين بيها فعلا. وهكذا. او شغل راح مش مشكلة، انا فعلا واثق ان ربنا يجيب لي حاجة حلوة ومش مقهور على اللي فات، ما كانش نصيبي، وهكذا. انا هنا مش بتكلم عن وجهة نظر دينية، انا بتكلم عن اقتناع حقيقي وعميق انه خلاص ما جرى واللي حصل حصل وحصل خير. فالقبول مش سهل، والمرور بالمراحل الخمسة مش سهل، وده هيكون موضوعنا خلال المقاطع الفيديو الجاية من
بودكاست نفسيتك بالدنيا. يا رب تعجبكم. الفيديو الجاي هيكون عن الإنكار. استنوني.